الشيطان وجاد بالصفاء والأمان أعوذ بالله من الشيطان وجاد بالصفاء والأمان قل لا إله إلا الله محمد أرسله إله رحمة كل بكتاب الحكيم صلى عليه بسلام الكريم إن تلاوة الكتاب المنجي من درر ومن عناء تنجي وجه الذي يتلو كتاب ربي يبيض يوم الحاسبان القرب رباه من يتلو كتاب الله يخلد البسر بلا تناهي بان لكل من له معقول أن وسيلتي هو الرسول بان لكل من له زاد أن ابن عبد الله ذا زياد كرم منزل الكتاب يقال النبي أبدا إلى الذي هذا الكتاب ينتسب نقل يكون خير مكتسب لمن له الكتاب ما لا ينفد كما له خير المنى تافد والخير يمو القدر كما له خير متى يقتدر كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب ربي من يعبد بالقرآن منزل ربا بلا خسران من قرأ القرآن من أزل منها قد قلت ساب القلب مني مطمئن إن تلاوة الكتاب ملك وسر معي إلي أركض لقارئ القرآن ينزل الباقي ويسمة الباقي مع الإطلاق محمد عليه أفضل السلام مع سلام جاء بأفضل الكلام زكاة القرآن يجر بالبر والأمان أجر الذي يتلو كتاب وزيد الدنيا وأولى يسمعون لغير الكتاب جللون وللذي يتلو تدوم البصر كل مريد بيروح ويلم إلى وطن لخير سبل خير سمع أجر الإله وجزاء وسواء ينمو لمن يقرأ أفضل الكتاب لكل من يتلو الكتاب في زمننا الأمن من الرعاء والفتن كتب باقي أنزل القرآن داخلة في هداه بانا تلاوة القرآن وجه إلى خير الذي يرنو الهدى والوجلان أمان من يتلو الكتاب دائم ولا يلوم دوام اللائم بنا وقارئ الكتاب يعتدي بالانصفاء تبارك
أفاق